انهم طوعية، انهم كيخافوا الله. خدمت عند الناس قلت الحمد لله على كل حال. خدمت عند الناس ما خلاونيش نتبع في خدمتي، خرجوني من الخدمة على اساس انهم غينقلوا لي كفالتي باش يعطوني الجواز ديال السفر ديالي، باش يعطوني الاقامة ديالي. ما كنتش عارفة ان هذه لعبة من اللعاب ديالي، ان هذا هو النهار اللي غادي يتكرفصوا لي فيه، وحنايا في رمضان، وحنايا صايمين. ما يخافوا الله، ما كيتقوا الله، ما حتى شي حاجة. تكرفصوا ليا، تداو عليا، ما خلاو بنام فيا. حنا برمضان، شهر ديال الصيام، شهر ديال الرحمة، شهر ديال المغفرة. طلبت حتى عييت، دزت حتى عييت، ما خليت ما درت لا حتى شي فايدة. تكرفصوا ليا فما بغاو، نزلوني عاوتاني جدة، لوحوني لوحدة أخرى. مرضت، دخلت في هاد السبيطار. ملي خرجت من السبيطار قلت انا ما غنقدرش نسكت على هاد الحالة هادي. مشيت وديكلارت، صحاب ليا ان هنايا كاين القانون، كاين شي حاجة سميتها اللي غادي ينصفوك، غادي يجيبوا لك حقك. مشيت ديكلاريت، بقيت طالعة نازلة في المشاكل ديال الديكلاراسيون وكلشي. مشيت للسفارة ديالي القنصلية المغربية اللي حاملة الراية ديالنا، اللي حنايا كنتميو ليها كوطن، اللي هي كتمثلنا في البلاد هذه، على اساس انهم غينصفوني، على اساس انهم غياخذوا لي حقي. ما طلبش منهم حتى شي حاجه من غير انهم يرجعوني لبلادي، يرجعوني عند والديا، يرجعوني عند بنتي. كنتصدم ان من السفاره كيهددني انني نتنازل على جميع الحقوق ديالي ونتنازل على الدولة اللي انا رفضتها، وأن السفارة المغربية للأسف واقفة مع السعودي ولد البلاد، وأنها ما وقفتش معايا أنا كمغربية. وعندي هاد الشهادة بالتسجيل بالإثبات، أنا ما كنجيش وكنهضر. تحولت المشكلة لهيئة الادعاء والتحقيق العام باش يتحققوا معايا وكل شيء. ملي حقوا معايا وكل شيء اضطروا انهم يعيطوا للسفارة ديالي، حيتاش ما عنديش محرم في هاد البلاد هادي. بس كانت صدمة قوية بالنسبة لي، أني كنتصدم أنه من نعيط النائب القنصل ديال السفارة المغربية كنتصدم أنه كيقول السفارة غير مسؤولة على داك المغربية، وأن حنايا المملكة المغربية ما موفراش لينا السكن باش نوفروا لها السكن، وما موفراش لينا محامي باش يترافع عليها ولا باش يتابع الموضوع ديالها. أنا بغيت نعرف حاجة وحدة، بلادنا كمملكة، مملكة ما عندهاش الإمكانيات أنها توفر لنا السكن، ما عندهاش الإمكانيات أنها تصفر لنا بلادنا، ما عندهاش الإمكانيات أنها توفر لنا محامي اللي ينصفنا، اللي يتابع القضايا ديالنا، اللي يشوف المشاكل ديالنا. ما يمكنش. وبكل بساطة كيقول لي البنت راه ما عندهاش فين غنحطوها، غادي تدخل الحبس. كيقول لي عادي لوحوها في الحبس بحالها بحال غيرها. علاش غندخل الحبس وأنا ما درت حتى شي حاجة؟ أنا ديكلاريا وحدة مغتصبة، وحدة مكرفصة عليها، وحدة شافت الدل، وحدة ضرات، وحدة تايرات، وحدة تهانت. نمشي نديكلاري نهضر على حقي باش نسافر، دخلت حالتي للحبس عام وشهرين دوزتها من حياتي على والو. ظلم، لا حتى شي حق، لا حتى شي قانون. تحركت فيها من ظهري، تحركت فيها تحركت فيها بزاف ديال الحوايج. ربنا ندوزو في الحبس مدلولين مضروبين مهانين، إلا برضنا كنبغيو نمشيو للسبيطار ما كاينش اللي يدينا. مني أصريت أنني نزول القضية ديالتي وما نتنازلش على الحق ديالي. تحولت للمستشفى ديال الأمراض العقلية على أساس. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.